السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل اخواتي وبناتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال ان شاء الله. ان هنعمل مع بعض النهاردة البتنجان المخلل ده او بتنجان المطاعم في منتهى الجمال وبسيط جدا وبطريقة سهلة. هيطلع معاكم زي ما انتم شايفينه كده، مستوي جدا زي الزبدة كده، وطعمه في منتهى الجمال وسهل جدا وسريع. وهنعمل له محلول بقى ننقعه فيه، نحطه فيه كده في علب وتحطيه في التلاجة. ممكن تعملي الكمية اللي انت عايزاها وتحطيها في التلاجة بالطريقة دي، تقعد معاكي فترة طويلة جدا لحد ما اخر واحدة ولحد ما يخلص. مش هيغير لونه ولا هيغير طعمه، وهيبقى معاكي حلو جدا جنب اي اكل بقى. الناس بتحبه جنب اكلات معينة، وفي ناس بتحبه جنب كل الاكل، ومع الفطار ومع سندوتشات الصبح كده بيبقى جميل جدا. معانا البتنجان الاسمر ده او العروس زي ما احنا بنسميه. بنشيل العنقود الاخضر اللي فوق ده او القمع بتاعه زي ما انت شايفة كده. انا هوريكي برضو ازاي تشيل العنقود الاخضر ده. بتجيب السكينة وتنزليه تحت القمع بتاعه ده وتلفي كده، بتطلع معاكي في منتهى السهولة زي تقميع البامية كده. بتشيل العنقة او العنقود دوت من غير ما تاخدي من البتنجانة خالص. يطلع معاكي شكله جميل كده، او ممكن بايديكي برضو زي ما انت شايفاني بعمل كده. بتلفيها بايديك كده وتشديها، بتطلع معاكي في منتهى السهولة. هغسلهم برضو كمان غسل عشان لازم يتغسل كويس جدا من تحت العنقود. انا غاسله كل الكمية بالطريقة دي. خلاص كده وتمام مغسول كويس. هجيب بقى الصينية اللي هجهزه فيها، احطه على النار فيها، ونفتح البتنجان فتحة كده. نقسمه اتنين بس من غير ما نفصلها عن بعضها، ما نفصلش النصين يعني عن بعض. وان الكمية كلها بتمسكيها تفتحيها كده زي ما انا بعمل، عشان برضو بعد السوا يدخل جواه ويستوي معاكي بسرعة. وفي نفس الوقت التتبيلة برضو لما نعملها نحشيه، بس ما تفصليش زي ما قلتلك النصين عن بعض. تعملي بقى كل البتنجان بالطريقة دي. خلاص كده انا خلصت اهو. هنجهزه بقى ونحط له الحاجات اللي هنحطها عليه زي ما هقولك كده: معلقتين ملح، وهنحط معلقة شطة، ومعلقة بابريكا، وهنحط كمان 3 معالق زيت، بس مش هنكتر عن كده. هما 3 معالق زيت اهم. خلاص حطيتهم. ونص كوباية مية، ممكن تحطيه من غير مية خالص وتهدي النار، بس انا برضو بحط له نص كوبايه ميه احتياطي عشان ما ابقى ضامنه برضو انه ما يتحرقش معايا. طبيعي البتنجان والخضار والحاجات اللي زي دي بتنزل ميه، فهو النص كوبايه ميه اللي هحطها دي مع الميه اللي هتنزل منه هيستوي كويس جدا زي ما انت شايفه كده، من غير ما ينشف برضو. وزي ما انت شايفاه كده ما خدش 10 دقايق على النار وبقى في منتهى الجمال. البتنجان ده بيستوي بسرعه جدا وبقى مستوي زي ما انت شايفه كده، والميه بتاعته لونها حلو قوي من البهارات والبابريكا اللي حطيناها له، الشطه يعني والبابريكا والملح. زي ما انت شايفه كده لونه حلو قوي، مش اسمر ولا حاجه. لما بتسلقيه في ميه بتبقى ميته سمرة كده، مبيبقاش حلو، لكن الطريقه دي بتخليه زي ما انت شايفاه كده جميل جدا. بعد ما برد بقى اهو، خلاص كده. وزي ما انت شايفاه قلبه ابيض زي الفل، ما اسمرش ولا اي حاجه. هنجيب بقى الهوم بتاعي. انا هجيب الهوم بتاعي وهعمل التتبيله بتاعته. انا هدق الحاجه في الهون كده. حطيت فيه 3 معالق توم مفرومين، معلقتين ملح، وهحط برضو معلقه شطه، وهقطع شطه خضرة كده معاه. لو انتي برضو حابه تحطي شطه حمرا بس وتدقيها، لو ما عندكيش شطه خضرة تمام يعني بودره، شطه بودره ممكن. عندك شطه خضرة او شطه حمرا بالطريقه دي برضو قطعيهم مع التوم، وهندقه كويس جدا زي ما انت شايفه كده. طبعا لو انت عايزه تعمليه في الكبه برضو اعمليه في الكبه، بس انا حابه ادقه كده عشان ما يبقاش يجيب ميه كده ويبقى ناعم قوي. انا عايزاه خشن شويه كده. وهحط له بقى دلوقتي معاه برضو معلقتين هريسه شطه، هي موجوده عندي. لو مش موجوده عندك تماما زي ما قلت لك في الاول، دقي معاه شطه خضراء او شطه حمراء من البدايه، شطه حمراء بودره عادي. وهعصر معاه برضو ليمونتين كده كبار، انا بعملهم في المصفى كده عشان البذر. عصور ليمونتين، عصوري 3 برضو كمية الليمون اللي انت عايزاها. وخلاص كده التتبيلة معايا بقت جاهزة في منتهى الجمال. انا بحبها خشنة شوية كده، مش عايزاها تبقى ناعمة وفيها مية كتير.
هجيب طبق بقى وامسك شوية من البتنجان كده نفتحهم في قلب الطبق عشان برضو يبقى سهل علينا نحشيهم بسهولة زي ما انت شايفة كده. خلاص كده مسكت شوية من البتنجان على قد الطبق اللي انا جايباه، وابدأ بقى احشيه كله كده، وتحاولي تدخلي التتبيلة جوه لحم البتنجان، يعني وانت بتحشيه كده بصوابعك كده تدخلي التتبيلة كويس علشان برضو يشرب منها ويبقى طعمه حلو معاكي. خلاص كده خلصت البتنجان بتاعي اللي انا مجهزاهم دول، حشيتهم. هجيب برضو ليمونة كده واعصرها عليهم من جوه عشان برضو الليمون يبقى في قلبه. انا بحب في البتنجان الليمون الكتير، والليمون كمان بيديله لون حلو كده، بيبقى لونه محمر وبنفسجي كده مع المية بتاعته، ما يبقاش لونها غامق. خلاص كده بقى بتجيبي الاطباق ولا العلب اللي انت بتجهزي فيها البتنجان، تحطيه في التلاجة اللي انت هتحفظيه فيها في التلاجة يعني، وترصيهم بقى بالطريقة دي، وتكملي نفس الكمية بنفس الطريقة، تحشيها برضو بنفس الطريقة كده زي ما انا عملت في اول مرة. خلاص كده خلصت الكمية بتاعتي زي ما انت شايفاها. ودول بقى شوية المية هم بالزيت اللي هم باقيين من التسوية، بننزل عليهم بشوية خل وليمونة، ونحطهم بقى فوق البتنجان بتاعنا كده، نحاول نغطي الوش العلب كلها كده زي ما انتم شايفين. ده بقى بيحفظ البتنجان معاكي يفضل فترة طويلة جدا. شايفينه بقى جميل اهو، بيتكلم عن نفسه، جميل جدا مستوي جدا، وشكله اهو في منتهى الجمال، وطعمه حلو قوي، حلو قوي يعني بجد، ما اقولكيش بقى على طعمه. والريحة كده جميلة تفتح النفس على الاكل زي ما انتوا شايفينه كده بقى. ومحلول النقع بتاعه اللي احنا عاملينه له ده برضو لونه جميل جدا زي ما انتوا شايفين، ما اسمرش. البتنجان لما بتسلقيه كده في ميه الطريقه المعتاده بقى بتاعت زمان، كانت بتطلع الميه سمرة كده وشكله مش حلو، حتى بعد ما تحشيه ما بيبقاش شكله برضو مستحب قوي يعني. لكن الطريقه دي بتخليه يحتفظ بلونه كده، وبينزل لون زي الاحمر كده زي ما انت شايفه، مع البابريكا بقى اللي بتحطيها بتديكي بقى شكل المية بتاعته، بيبقى شكلها جميل كده المحلول ده، ويفضل معاكي لحد اخر بتنجانة بتاكليها، عمره ما هيتغير ولا لونه ولا طعمه ولا ريحته ولا اي حاجة، بيفضل محفوظ معاكي فترة طويلة جدا اكتر من شهر كمان. يا ريت بقى لو وصلت لحد هنا ما تنسليش باللايك والسبسكرايب، وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك وصفاتي اول باول. وحبايبي الجداد اللي لسه ما اشتركوش في قناتي يا ريت يشتركوا ويفعلوا زر الجرس، وشيروا بقى الفيديو لحبايبكم عشان يوصل لهم الوصفة ويستفادوا بيها. واشوفكم على الف خير في